السلام عليكم. طبعا زي ما انتم شايفين عنوان الفيديو، ازاي الابديت تشتغل. طبعا هنتكلم عن حاجات كتير، منها اول حاجه ايه هو الابديت. ماشي، قبل ما نقول ازاي الابديت اصلا بتشتغل نعرف ايه هو الابديت. طبعا الابديت عباره عن انك عندك ابلكيشن. نعمل بس كده. الابلكيشن ده ليه فيرجن 1 وليه فيرجن 2. الابديت هو عمليه انتقال من فيرجن 1 لفيرجن 2. ايه بقى اللي بيحصل بقى لما بنتنقل من فيرجن 1 لفيرجن 2؟ بيحصل كذا حاجة. أول حاجة بيحصل new features، دي حاجة. تاني حاجة بيريموف bugs أو بيفيكس bugs مثلا. وفي حاجات تانية بتحصل، يعني دي الأساس، اللي هو في features بتضاف وفي bugs بتتصلح وكده. طبعا عشان نعرف ازاي الفيرجن ده بيروح الفيرجن ده، نعرف إن أصلا في نوعين من الأبديت. في soft update، في hard update. هنتكلم النهاردة أصلا على السوفت update. هنبدأ بالسوفت update. هو لو عندك application يكون عنده الفيرجن مثلا 3.17 ده 3.18. طبعا ان هو بيغير الرقم الاخير اللي بعد النقطة ده. طبعا ازاي ده بيحصل؟ ازاي الحاجات دي بتحصل؟ طبعا اي application بيكون ليه سيرفر. السيرفر بتاعه اللي هو الباك اند بتاعه. خلينا في كلمة سيرفر اسهل. خلينا في كلمة سيرفر. طبعا السيرفر ده يكون متكون من اكواد كتير قوي. طبعا في سطر من الأكواد دي يكون اسمه version code. ده بيكون آخر أبديت، اللي هو آخر أبديت خالص، الليتست أبديت بتاع الأبليكيشن ده. هو مثلا هو 3.18. في عندنا المينيمم، هنسميه مثلا مينيمم أبديت، مينيمم كود أبديت. ده أقل كود، أقل فيرجن يقدر أبليكيشن يشتغل عليه. السطرين دول هما اللي بيقول لك ان الابليكيشن عايز يتحدث ولا لا. يعني لو الابليكيشن عندك مثلا قال لك ان هو 2.18، ده هيحصل في هارد ابديت، وهنعرف ايه هو الهارد ابديت في فيديو تاني. طبعا اللي بيحصل بقى، طبعا عندنا الابليكيشن بيروح يكلم السيرفر، بيروح يقول له ايه؟ يا سيرفر. هو الابليكيشن على فيرجن 3.17 مثلا، يروح يقول له يا سيرفر. السيرفر هنا شغال على 3.18 عشان بس نكون متفاهمين. عنده ده اعلى حاجه يعني، اللي هو الفيرجن كود. يقول له يا سيرفر، ما الفيرجن كود الذي عندك؟ أو كده، ما الفيرجن كود الذي عندك؟ هيقول له انا عندي 3.18. فطبعا المفروض الابليكيشن هيكلم السيرفر يقول له كده، فالابليكيشن المفروض يسمع يقول له ماشي، انا بقى كمان هحول ل 3.18. بس لا، هيجي له رسالة، هيجي لليوزر رسالة يقول له هل تريد أن تحدث. يعني مثلا عندنا مثال، مثلا عندنا او بي اس على سبيل المثال. يقول لك هو هنا كلم السيرفر يقول له ان في ابديت 32.1.2 مش عارف ايه. خلينا في الرقمين الاخرين دول، سيبك من 32 ده عشان انا ليه ده موضوع تاني خالص. آه 1.2
يقول له طبعا السيرفر في او بي اس طبعا عنده الفيرجن كود دلوقتي 3.32.1.2. طبعا انا شغال على فيرجن كام؟ والله انا مش عارف، انا بقيت محدثتوش، فهنقول 32.00. هو شغال دلوقتي، نقول 2.0.1 مثلا. ماشي، هو شغال. وعندهم طبعا المينيمم بتاع الابليكيشن 32.00. جميل. هو بيروح يكلم، فالابليكيشن بيروح يكلم السيرفر، يقول له يا سيرفر، ما اخر تحديث عندك. يقول له عندي 32.1.2. فهو يروح يتشيك هل الابليكيشن اللي انا مشغله ده، هل اقل من من المينيمم. لو هو اقل من المينيمم هيقلب الهارد ابديت، لكن لو هو في المينيمم فيما فوق يعني هيروح للسوفت ابديت. بس هو ده اصلا كل حوار السوفت ابديت، ان هو ويقول لك بقى ان هو ايه، عايز تحدثه ولا لا ولا كده. بس كده، ده هو ده السوفت ابديت. لو عايزين فيديو للهارد ابديت اكتبوا لي في التعليقات. ده موضوع اكبر ومور كومبلكس، علشان في مواضيع كتيرة. يعني مثلا ماينكرافت مثلا، تلاقيها شغالة على الموبايل، مثلا تحديث 0.15 تلاقي دي شغالة، وتلاقي في تحديث أصلا 1.32 مثلا كده. دي شغالة ودي شغالة، على الرغم إن الفيرجن ده مش نفس الفيرجن ده، واللعبتين شغالين. فلو عايزين ازاي الهارد ابديت شغال والكلام ده، فاكتبولي في التعليقات. بس، سلام.